نعم. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير الحمد لله. شيخنا، بعض طلبة العلم يسألون عن الشيخ أبي محمد المقدسي، هل تنصحون بقراءة كتبه؟ يعني هو في الغالب جيد. وما قولكم فيه؟ أنا لا أعرفه، وإنما أعرفه من بعض مقالاته وبعض كتبه أو الكتب المنسوبة إليه. أنا لا أعرفه، ولكن ما كتب عن الدولة السعودية وعن الأحوال العامة كان يعني أغلبه صحيح. أي نعم. جزاك الله خيرا. والله يجزاك. عقيدته عقيدة أهل السنة. أي نعم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. فالإداء لهذه الدولة إداء بالحق، إداء للتوحيد. أي دولة تقول التوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جوارنا؟ مصر والشام والعراق والشام وكيد العدوان، من هو الذي يقوم بيدعو التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدي الأمور التي ثبت من دون الله؟ من؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة نسأل الله ولها الهداية والتوفيق والصلاح، نسأل الله يعينها على كل خير، نسأل الله يوفقها لمساعدة كل شر وكل نقص، علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال. أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم الشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائم، إلا من حصل منه مخالفة أو خش منه فتنة، فهذا لا بد أن يمنع الشر أو ما وأسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا وإذا ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة. قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو ما أشبه ذلك خفية هذه ما كل مجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد. إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا، وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علنت الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل من المطار يجد عنده الفتيات والفتيان والعياذ بالله، يقول ماذا تختار أفتى أم فتاة؟ علنا. سبحان الله. الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوئ التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة، ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا التقوى. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للشباب الذين يكفرون حكام هذه البلاد ويطعنون في أمانة علمائها؟ هؤلاء شباب طائشون، عليهم أن يتعلموا أولا، يطلبوا العلم، فإذا تعلموا عرفوا الحق. التكفير ما هو أمر سهل، تكفير والعياذ بالله، الحكم على مسلم بالكفر هذا أمر خطير. من قال لصاحبه يا كافر، لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله وهو ليس كذلك، رجع كلامه عليه ورجع إثمه عليه. فعلى هؤلاء الشباب أنصح لهم
بأن يتعلموا أولا ولا يستعجلوا في الأمور، وأن يجلسوا في حلق الذكر وحلق العلم حتى يعرفوا الحق من الباطل، ويعرفوا ضوابط التكفير، يعرفوها من كتاب الله وسنة رسوله وهدي سلف هذه الأمة. وكوننا نتناول قادة المسلمين الأمراء والعلماء، إذا تناولنا قادة المسلمين فماذا يبقى؟ ماذا يبقى للمسلمين؟ طعنا المسلمين في الصميم، لأننا طعنا قادتهم، طعنا المسلمين في الصميم. على المسلم أنه يتثبت، وأنه لا ينطق ولا يتكلم إلا بعلم وفقه وحكمة، لا يطلق لسانه من غير علم فيقع في الزلات والضلال، وكل الشر بيرجع عليه هو. ترى ما هو بضار اللي هو يتكلم فيهم، إنما يضر نفسه. فأنا أنصح الشباب عن التفسيرات الخاطئة دي. والدولة الحمد لله، الدولة السعودية دولة التوحيد، دولة مسلمة الحمد لله، تحكم بشرع الله، هي دولة التوحيد الآن، ليس على وجه الأرض دولة توحيد تحكم على الشريعة الإسلامية غير هذه الدولة الآن. أنا أنصح الشباب عن هذه التفسيرات الخاطئة وهذه التوهمات الخاطئة، يقولون فلان يقصد كذا، يقصد كذا، يقصد